بعيدا عن اللغة صعبة أو سهلة، فكرة إني على ما أخلصها ومش هلاقي فرصة شغل أو فرصة عمل مش بتفارق دماغي. ده شيطانك حرفيا يا محمد، والشيطان يعدكم الفقر. توكل على الله. وعندك حاجة جميلة جدا اسمها شات جي بي تي، اسمها جوجل، اسمها الإنترنت. دور وهل في فرص عمل ولا لأ، واسأل نفسك حواليك دلوقتي. ليه في مصر بقى ترند إن الناس كلها عاوزة تتعلم ألماني؟ ليه الناس كلها عاوزة تشتغل كول سنتر في مصر، عاوزة تيجي وفرصتها أو الفيزا حرفيا إن أنت تخش ألمانيا إن أنت تتعلم اللغة. تخيل يعني ان انت تيجي المانيا مرتبط بس باللغه، يعني تاشيرتك هي اللغه، مش مؤهلاتك اكتر من هي اللغه. في كماليات طبعا، ان انت طبعا مهندس، ان انت ممرض، ان انت بس لدرجه ان انت لو وصلت مثلا تكون معاك لغه فقط، يعني معاك سي 1 بس مثلا. طبعا اللي يوصل لسي 1 تقدر تيجي المانيا بدون اي مؤهلات خالص، لان ده مؤهلك في حد ذاته ان انت وصلت لسي 1. سي 1 ده ما يعادل تقريبا ماجستير في اللغه الالمانيه، على يعني ما اعتقد يعني. وسي 2 ان انت بقى بي اتش دي في اللغه الالمانيه. طبعا مش الشهاده دي بس، ما يعادل يعني قوتها ان انت تكون توصل لقوه رهيبه باللغه ان انت تقدر تشتغل. يعني المدرسين عشان تشتغل مدرس لغه المانيه لازم يكون معاك سي 1 ببساطه خالص. عشان تشتغل مثلا في بعض المهن زي الطب، زي حاجات كتير لازم تبتدي من بي 2. فاللغه في حد ذاتها قويه، اللغه في حد ذاتها تجيب لك فلوس حتى لوحدها. فتعلم اللغه، تعلم اللغه، وربنا ييسر لك امرك ويعمل لك الخير، وصدقني مش هتندم. وبص لتجارب اللي حواليك، وانسى الشيطان اللي في دماغك ده. توكل على الله، ابتدي دلوقتي، ابتدي دلوقتي. كمان سنه ان شاء الله تخلص، كمان سنتين ان شاء الله تخلص. مهما كان سنك ربنا هييسر لك الامر ان شاء الله. ما تضيعش الوقت، لان هتيجي وقت عليك هتقول يا ريتني.